بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم حبيت أوضح لكم طريقة حل معالج الملوحة. طبعا مثل ما تلاحظون هذا الحوض يتسع قرابة 7000 لتر. ما راح أقول لكم اسم المنتج منتجات هواي، بس الطريقة في الحل مالته بتكون بهالطريقة هاي. شوفوا كل المي تسلط عليه، راح يصير عبارة عن اللون الأسود. منتجات هواية اكو موجودة بالسوق، اخذ اللي يصرف لك، اخذ الافضل، منتج محلي اجنبي، المهم بيه فعالية. حتى لو كانت محدودة ما بيها مشكلة، هو اسعاره كلها رخيص. كل المنتجات اسعارها رخيصة، ما تتجاوز 60,000 ل5 لترات، واكو ب30 واكو ب20 واكو ب17. بهالطريقة هاي راح يتلابس المنتج، وانت بعد براحتك شلون تريد ترشه، تريد تسيح او بالمرشات كلها تشتغل. بهالطريقة هاي شغلة سهلة وغير متعبة. طبعا هذا المنتج يعني النتائج مالته مو ذاك القد، بس يعني شايله روحه، افضل من الماكو. والمي تغير لونه. بهالحالة هاي تخلي الموتور يشتغل للوقت حتى شنو يتجانس المادة ويا المي بصورة صحيحة وبتوازن، حد ما يوصل المي للنهاية، حتى شنو ترش المزرعة او البستان او الحديقة وتتخلص. ولو حتى لو كل دبة مثلا هي مكتوب دونم، انت استخدمها ب500 متر، وعيدها اكثر من مرة بالسنة، يعني بالسنة 3 مرات 4 راح تعطيك نتائج ممتازة. اما الحدائق لا، دبة واحدة تكفيك سنة كاملة، وهي ب30 اقل من 30 هالحدود هاي. تحياتي وسلام الجميع، مع السلامة.